السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ شايفين الكيكة التحفة دي؟ مش هتصدقوا، من غير بيضة ومن غير بوتاجاز ومن غير فرن ومن غير زبدة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونشوف عملنا الكيكة التحفة دي ازاي. عندي هنا حطيت كوباية دقيق، حطيت عليها معلقة كبيرة حوالي 17 جرام من بيكنج باودر او كيك شيف. كمان حطيت عليها معلقتين كبار من الكاكاو عشان هعملها بطعم الشوكولاته، وهقلب كل المكونات دي مع بعضها. وكمان حطيت عليها ذره ملح. وفي بوله تانية حطيت كوبايه ميه مش لبن، يعني هتعملي كيكه ان شاء الله لاولادك وتفرحيهم باقل الامكانيات. وكمان حطيت كوبايه الا ربع سكر. السكر تقدري تلعبي فيه براحتك، حبه نص كوبايه، حبه كوبايه كامله، حبه كوبايه الا ربع، براحتك خالص. وممكن كمان تشيلي السكر وتحطي عسل نحل لو عايزه كيكه صحيه اكتر يعني، بس انا صراحه ما كانش عندي متوفر العسل. ونحط بقى فانيليا علشان الطعم، لان هي طبعا ما فيهاش اي حاجه، بس نحط فانيليا برضو يدي طعم حلو، ريحه حلوه كده مع الكاكاو. حابه تستكفي بطعم الكاكاو بس برضو ما فيش اي مشكله. ونص كوبايه زيت. مقادير سهله جدا، برضو حابه تخلي الزيت من ربع لتلت كوبايه براحتك خالص، مش هيأثر حاجه ان شاء الله. تمام كده. وهنا نحط الملح اللي قلت لكم عليه. بعد ما دوبنا السكر في الخليط بتاعنا ننزل بيه بقى على خليط الكاكاو والدقيق والباكو البيكنج باودر، ونقلب كويس. احنا ليه هنا حطينا باكو بيكنج باودر او معلقتين كبار؟ علشان طبعا مفيش مواد رابعه في الكيكه خالص، مفيش بيض، فنستخدم البيكنج باودر مواد رابعه. وكمان هحط هنا معلقه خل بعد ما قلبت المقدار بتاعي خالص. بصي، الكيكه في ايدك، العجينه في ايدك بتاعت الكيك. لو حسيتيها تخينه شويه ممكن تضيفي معلقتين ميه، لو حسيتيها سايله شويه ممكن تضيفي معلقتين دقيق او معلقه دقيق. كده هي مظبوطه معايا ما شاء الله زي ما انتم شايفين. جبت الطاسه بتاعتي دهنتها بالزيت، او لو مش بتلزق ما تدهنيهاش، وهنزل بخليط الكيك كله في الطاسه بتاعتي. ويستحسن تكون تيفال علشان ما تلزقش مني. تمام. لو مش تيفال برضو تدهنيها زيت، بس يستحسن تكون تيفال او سيراميك يعني. بعد ما نزلت الخليط بتاعي كله على عين البوتاجاز على اوطى حاجه زي الشمعة، وهحط صينيه الكيك بتاعتي وهغطي عليها واسيبها حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع، طبعا لان دي نار هاديه جدا، ما افتحش عليها. وابص عليها بعد حوالي نص ساعه واشوف الاخبار ايه. تمام. انا بقى هنا هحضر بما انها كيكه اقتصاديه خالص يعني، هحضر بقى حاجه كده هسيبيها الكيك. كوبايه ميه صغننه وعليها معلقتين كاكاو ومن غير سكر ولا حاجه، بس عشان تخليها دايبه اكتر، مع انها بسم الله ما شاء الله تحفه يعني، مش محتاجه يعني. الكيك اقتصادي من الاخر بصراحه ما شاء الله يعني. حابه تسقيه بلبن لو عندك متوفر ماشي، حابه تسقيه بشربات متوفر برضو ماشي. كده هفتح عليها. بص كده، انا ما كانش عندي خله، مرش احط الشوكه عشان ما ابوظهاش قوي، بس حطيت ايدي لقيتها في النص ناشفه. اهم حاجه يكون في النص. بصوا ما شاء الله. كده خلاص هطفي عليها واسيبها كده لحد ما تهدى وتبقى دافيه. مش هحط طبعا الخليط اللي انا عملته ده غير وهي بارده او دافيه. هحط هنا كوبايه سكر عشان اعمل بقى صوص الشوكولاته للولاد. كوبايه لبن، ولو ما عندكيش لبن برضه حطي كوبايه ميه، مش مشكله خالص. تمام. كوبايه سكر، كوبايه ميه، معلقتين كبار كاكاو، ونص كوبايه زيت، وتضربيهم في الخلاط او في الكبه بتاعتك او بالهاند بلندر براحتك خالص. هيبقى لك الخليط زي كده. بسم الله ما شاء الله. شايفين صوص جميل وتقيل ازاي ومركز تحفه. هفضي بقى، ولما الكيك بتاعتي تبرد اسقيها. وبعد ما اسقيها احط صوص الشوكولاته اللي من غير شوكولاته، الاقتصادي جدا ده تحفه. انا عملت كده قبل كده برضو صوص سهل خالص وموفر جدا، وده كمان طريقه تانية. تمام كده خلاص. ادي الكيكه هي خلاص بقت بردت. هخرم كده بسيط بالشوكه عشان هي طريه جدا، بس خساره عشان ما تتفرولش ولا حاجه يعني. وبعد كده هنزل بحوالي كوبايه الكاكاو اللي قلت لكم عليها. حابه تغيري الكاكاو وتعملي نسكافيه، حابه تحطي لبن، حابه تحطي اي حاجه براحتك، اي عصير فاكهه ولا حاجه عندك يعني برضو مش مشكله، دي طعم حلو. بس الكاكاو طبعا بما انها بتاعت شوكولاته، كيكه شوكولاته يعني، يبقى يستحسن يكون الكاكاو.
بعد ما شربت بقى كاكاو كده قلبتها وننزل بيها ايه بصوص الشوكولاته اللي احنا عاملينه. صوص تحفه جدا جميل جدا، واحاول اساعده كده بالمعلقه وافرد. حاجه اقتصاديه وجميله كده وتفرح الولاد من غير اي حاجه ان شاء الله، من غير زبده من غير سمنه. ان شاء الله المقادير تكون متوفره عندكم في كل بيت باذن الله. ويا ريت نوع الكاكاو تستخدموه يكون نوع حلو. انا استخدمت بصراحه كاكاو دريم، انت تستخدمي اي نوع يكون حلو وخام عشان يديكي نتيجه حلوه. آه وتفردي كده الصوص بتاعك على الكيكايه، وهي مش محتاجه اي حاجه تانية ما شاء الله، حتى من غير صوص والله كانت جميله يعني. بس هو حاجه كده تفرح الولاد يعني في الايام دي، تساعدهم على المذاكره كده. وبعد ما خلصت كده كان عندي شويه بقى فستق، قلت ايه ارش عليها بقى. عندي فستق، جوز هند، سوداني، اي حاجه براحتك خالص، لك مطلق الحريه. وممكن تسيبيها كده بالصوص بتاعها، هي مش محتاجه. هي كانت بصراحه تحفه. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك وتنوروني وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد ان شاء الله. بصوا شايفين الطريان رهيبه، صراحه كيكه رهيبه. بس اتبعوا الخطوات ان شاء الله. بصوا الجمال، حاجه يعني تحفه، حاجه بجد تعجبك وتعجب ولادك. هيحصل لك انبهار ان شاء الله. يعني حاجه زي كده وعلى البوتاجاز كمان، بسم الله ما شاء الله، وتحفه كده. احسن قطعه جاتوها تاكليها في ايدك، بتعمليها ببيتك ومن ايدك. بصي شايفه ده ازاي تحفه، بسم الله ما شاء الله، هتعجبكم جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والكيكه بتاعتي تكون عجبتكم وتكون اقتصاديه جدا فعلا وموفره في الايام الغاليه نار دي. بتمنى لو استفدتوا مني بمعلومه بسيطه كده ما تنسوش اللايك ودعوه حلوه من قلوبكم وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.